الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي مواطني ومواطنات ولاية جانت عروس الطاسيلي، أخي العزيز الأستاذ محمد آدمي مدير الحملة الانتخابية، إخواني المرافقين الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن والسي هشام والعيد وعبد المنعم وكل الفريق الإعلامي والفريق الأمني والفريق الإداري، ممثلي وسائل الإعلام والصحافة، الحضور في هذه القاعة الحارة. سمحوا لنا على الحر، إن شاء الله ربي يجعله يقينا من حر جهنم إن شاء الله. الحضور الكريم في هذه القاعة المرحبة، أحييكم جميعا تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شاكر لإخواني في ولاية جانت حرصهم على تنظيم هذا التجمع وتنظيم هذه الزيارة وثباتهم على ضرورة تنظيم هذا اللقاء الانتخابي الهام لصالح مديريتنا ومديرية حملتنا، وأشكرهم على تخطي كل الصعاب التي واجهتهم إدارياً وسياسياً والظروف المناخية والطبيعية الحارة، إلا أنهم أبوا إلا أن يتيحوا لي فرصة اللقاء بأهلنا وبأحبابنا وبأنصارنا وبإخواننا وأخواتنا في هذه الولاية الفتية، ولاية جانت عروس الطاسيلي، هذه الولاية الساحرة بمناظرها وبأهلها وبما تحويه هذه الولاية من أبعاد حضارية وثقافية وتاريخية مهمة. فهذه البلدة الطيبة هي بلدة الشيخ آمود بن مختار، اللي قاوم المستعمر الفرنسي، وقف تمدد فرنسا في الصحراء الجزائرية مدة 50 سنة تقريبا هو ومن كان معه، ومنع فرنسا من أن تبسط نفوذها على الأراضي الجزائرية وعلى الصحراء الجزائرية. قاومها من 1881 تقريبا 1930 أو أقبل بقليل. وكان معه رجال أشاوس فهموا أن فرنسا التي استعمرت الجزائر كانت عينها على هذه المنطقة، على صحرائنا وعلى أرضنا وعلى ثرواتنا وعلى مقدراتنا، فوقف حاميا لهذه الأرض مدافعا عنها، ومنه سلالات هذه المنطقة الطيبة الكريمة، هذه المنطقة المعروفة بتعايش أبنائها رغم تنوعهم، المعروفة بالتسامح، المعروفة بالأخوة، المعروفة بالكرم، المعروفة بالضيافة، هذه المنطقة الحرة في أرضنا الأبية. إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، احنا اليوم جينا من أجل إدارة هذا التجمع الخاص بالحملة الانتخابية الرئاسية المسبقة، وكان بودنا أنه يكون هذا التجمع في مكان أوسع، في مكان واسع، حتى تكون هناك يعني إمكانيات لاستقبال أكثر عدد من سكان ولاية جانت المضيافة اللي راهم حاضرين معنا من كل بلدياتها ومن كل مناطقها ومن كل جهاتها. إخواني أخواتي، لا شك أن هذا التجمع الهدف منه هو التأكيد على أهمية الانتخابات الرئاسية. علاش يا إخواني؟ الانتخابات الرئاسية هي اللي راح تخرج رئيس البلاد، والرئيس تاع البلاد هو اللي يسير السياسات المختلفة الخاصة بالبلاد، هو اللي يسير المشاكل تاع المواطنين، هو اللي يدير البرامج اللي تحل المشاكل اليومية
اللي تعيشها كل منطقة في البلاد، هو اللي يدفع نحو الخيارات الاقتصادية والتنموية والفلاحية والزراعية اللي تساعد المنطقة على أن أبنائها وبناتها يعيشوا حياة كريمة، هو اللي يشجع على بناء المدارس والمستشفيات والجامعات حتى أبناء المنطقة يكون عندهم مراكز وهياكل تستقبلهم في التعليم وفي الصحة وفي التعليم الجامعي وفي التكوين المهني، هو اللي يساعد المنطقة على السياحة، على الصناعة، على الفلاحة، على كل القدرات اللي يملكوها أهل هذه المنطقة. وإحنا على بالنا يا إخواني ونعرف جيدا الشعب الجزائري يدرك أن أبناء الجزائر برمتهم ناس عندهم قدرات وعندهم إمكانيات، عندهم مبادرات وعندهم طموحات قادرين يجسدوها لو تتوفر لهم الشروط والظروف المناسبة. احنا يا إخواني حرصنا أننا نجيو لهذه الولاية الفتية ونتلقاو سكانها ونعرضوا عليهم برنامجنا ونطلبوا منهم أنهم يصوتوا معنا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أننا حصينا مشاكل هذه المنطقة وعرفنا الصعوبات الكبيرة اللي يعانيوا منها سكان ولاية جانت الفتية الجديدة. كانت جانت تابعة لولاية إليزي في السابق، ثم بعد ذلك طلعت إلى مقاطعة إدارية وتحولت إلى ولاية، والحمد لله الآن راهي ولاية مكتملة الأركان، ولكن شروط وظروف الحياة الكريمة في هذه الولاية ما زالت بعيدة. لماذا؟ لأن هناك صعوبات مرتبطة أولا بالبعد تاع الولاية على الشمال وعلى المراكز الحضارية الكبرى تمراست ورقلة كذا، وين عند سكان الولاية عندهم مصالح وعندهم صعوبات كبيرة في التنقل. لماذا؟ لأن الطرق اللي راها موجودة في هذه الولاية طرق جلها متهرية، طرق ما هيش صالحة، طرق ما تسمحش للمواطنين باش يتحركوا بحرية. ثم بعد ذلك هذه الولاية الفتية فيها نمو سكاني كبير ونمو ديموغرافي كبير، ولكن هذا النمو يا إخواني ما كانش يقابلوا مؤسسات اقتصادية ولا مستثمرات متعددة ومتنوعة اللي تمتص البطالة تاع شبابنا وشاباتنا اللي راهم موجودين في هذه الولاية. ما كانش فرص عمل كبيرة، ما كانش فرص عمل اللي تخلي أبنائنا وبناتنا من أبناء هذه الولاية يخدموا ويكونوا موجودين في مناصب عمل تحفظ لهم الكرامة وتحفظ لهم الحياة الكريمة وتخليهم يقدروا يتطلعوا إلى مستقبلهم أنهم يديروا بيوت ويسكنوا ويتزوجوا ويعودوا عندهم أولاد إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن ما عندناش مؤسسات كبيرة ناشطة في كل المجالات. لأن هذه الولاية ربما النشاط الكبير اللي معروفة به هو النشاط السياحي. هذه الولاية معروفة بمآثرها السياحية، بمواقعها السياحية، بالتصيل بمختلف المناظر السياحية اللي يجوا لها السواح الأجانب والسواح الجزائريين اللي تقريبا راهم في حدود 30,000 سائح اللي تجي سنويا لهذه المنطقة. 5,000 سائح تجي من أوروبا ومن 37 جنسية، أوروبا شمال أوروبا أمريكا إلى غير ذلك، والسواح الجزائريين. ولكن هياكل السياحة هياكل محدودة وبسيطة، والصناعات التقليدية اللي تعبر على المنطقة ما تكفيش وحدها أنها تكون مصدر رزق سكان هذه المنطقة. ثم بعد ذلك إخواني هذه المنطقة تعاني من نقص الهياكل الصحية، ما كانش مستشفى كبير اللي يخلي أولاد المنطقة يعالجوا الأمراض المختلفة والأمراض اللي تحتاج إلى تخصص طبي. كاين مستشفى صغير تاع 60 سرير ما يلبيش الحاجيات تاع هذه المنطقة هذه. بالإضافة إلى ذلك إخواني أخواتي الطلبة تاع المنطقة هذه ما عندهمش فرص كبيرة أنهم يلتحقوا بكلية تاع الطب. عدد قليل من الطلبة اللي راهم يروحوا الكلية تاع الطب بسبب أن المعدل تاع الطب هو معدل وطني، وأن هناك صعوبات في بعض المواد اللي ما فيهاش تدريس. اللغات ما فيهاش مدرسين هنايا بشكل كبير، الفرنسية والإنجليزية، وبذلك معدلات تاع البكالوريا الوطنية تكون منخفضة شوية هنا، وبالتالي ما تسمحش طلابنا والتلاميذ تاعنا اللي ينجحوا في البكالوريا من هذه الولاية أنهم يروحوا التخصصات اللي راها المعدلات تاعها عالية. هذه القضايا كلها اللي رانا نتكلم عليها احنا لدينا فيها إصلاح في البرنامج اللي نقودوا فيه. ثم بعد ذلك إخواني هذه الولاية بعد النشاط السياحي كاين النشاط الفلاحي. النشاط الفلاحي اللي موجودة فيها واحات وموجودة فيها بعض الأراضي الخصبة، وهذه الولاية كانت فيها إمكانيات كبيرة أنها تولي قطب فلاحي مهم يوفر كثير
من الاحتياجات تاع الغذاء والأمن الغذائي لسكان المنطقة. هذه الولاية يا إخواني راهي كل الاحتياجات نتاعها تجيبها من الشمال، المواد الغذائية من الشمال، الخضر والفواكه من الشمال، فقط ممكن اللحوم اللي راهي تجي من تمراس، ولكن نروحوا للدواجن الدجاج والبيض وكذا كله يجي من الشمال، مع الطرق المتهرية مع الصعوبات راح يفرض على السكان تاع المنطقة أسعار مرتفعة، وراح يساهم في ضعف القدرة الشرائية تاع المواطنين والمواطنات، لأن الدخل المتوسط والدخل في بعض الأحيان منعدم لشبابنا وشاباتنا، وبالتالي مع غلاء الأسعار وضعف الدخل راح تكون كاينة صعوبات في القدرة الشرائية لسكان هذه الولاية. هذه الولاية يا إخواني فيها ثروات منجمية، فيها النحاس، فيها الزنك، فيها الفوسفات، فيها الذهب في بعض المناطق، فيها إلى غير ذلك، وبالتالي ما كانش هنا مؤسسات اللي تهتم بالصناعات التحويلية وتهتم ببعض الاستكشافات المنجمية اللي تخلي هذه الثروات المنجمية قائمة على أساس مؤسسات توظف شبابنا وشاباتنا. هذه الصعوبات يا إخواني ضف إلى ذلك الصعوبات المتعلقة بمناصب العمل والبطالة اللي راهي منتشرة في صفوف شبابنا وشاباتنا. احنا في برنامج الفرصة عندنا أولويات أساسية. الأولوية الأولى بالنسبة للمنطقة هي وضع برنامج خاص للمناطق الحدودية. هذه ولاية حدودية، ولكم تعرفوا يا إخواني وش معناتها ولاية حدودية. هذه ولاية هي عندها حدود مع دولة النيجر وعندها حدود مع دولة ليبيا، والولايات الحدودية عادة ما تكون ولايات تاع خط الدفاع الأول على السيادة الوطنية. احنا على بالنا يا إخواني وش راه يصرى في ليبيا هذه الأيام الانفصالي حفتر اللي راه يتقدم نحو غرب ليبيا اللي هو شرق الجزائر، ويحاول يتمركز في قدامس، ويحاول يتمركز يدخل طرابلس، ويحاول يغلق معبر الدبداب بين الجزائر وليبيا، ويحاول يجعل هذه المنطقة منطقة تاع توتر كبير بدعم من القوى الأجنبية الكبيرة اللي عندها مصالح كبيرة هنا. وانتم تعرفوا الأحداث اللي راها في النيجر والأحداث اللي راها في مالي، هذه الأحداث كلها يا إخواني تخلي ولاية كما هذه ولاية لازم تعنى بتكفل كبير على كافة المستويات. التكفل الأمني راه يقوم به جيشنا الوطني الشعبي اللي راه يدافع على حدودنا، وراه صاهر على حفاظ الحدود من شمالها إلى شرقها إلى غربها إلى جنوبها. ولكن هذا الدعم، هذا الجيش باش يقوم بهذه المهمة وهو مرتاح وخلفه قاعدة متينة من الشعب مطمئن وعايش في كرامة وعايش في ظروف طبيعية جيدة لتخليه يواجه التهديدات الخارجية. هذا حفتر اللي راه في شرقنا وفي حدودنا الليبية ماهوش فقط يهدد في ليبيا من خلال احتلالها بدعم قوى أو من خلال بسط نفوذه على التراب الليبي بدعم من قوى عالمية أرادت أن يكون الصراع في العالم موجود هنا قربنا. الآن اللي يدعم في حفتر هي روسيا والإمارات وبعض الدول، واللي راه يحاول يواجههم هي أمريكا وفرنسا، وبالتالي حتولي حرب قريبة لنا لإقليمنا تضعف من إمكانياتنا الدفاعية ومن إمكانياتنا الأمنية، لأننا نحن نبقاو دائما نعسوا في حدودنا. راه أيضا هذا الرجل هذا المارق في دولته راه هو اللي يسهر ويشرف على إغراق المنطقة بالمخدرات وإغراق المنطقة بالمهلوسات اللي مست شبابنا ومست أبنائنا وتحاول تخرب عقول أولادنا. لأن هذا اللي راه ماشي بالأجندة الأجنبية وماشي بالأجندة الأمريكية والأجندة الصهيونية يعملوا باش بلادنا تبقى ضعيفة، وبالتالي شبابنا وشاباتنا عوض أنهم يروحوا يخدموا ويروحوا يبدعوا يلقوا رواحهم ضحية لترويج المهلوسات والمخدرات، بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة، الهجرة غير الشرعية، المشاكل اللي راها جاية من حدودنا كامل. هذا يا إخواني يتطلب منا احنا في برنامجنا برنامج الفرصة الانتخابي، إذا ما الشعب الجزائري انتخب علينا إن شاء الله، عندنا أولوية رقم 1 في المنطقة هي تنمية المناطق الحدودية. وش معناتها ننميو المناطق الحدودية؟ معناتها يا إخواني نحاولوا هذه المنطقة نوفروا لها ظروف العيش الكريم. المواطن اللي يعيش هنا في جانت ولا في إليزي ولا في تمراس ولا في برج باجي مختار ولا في إنجزام ولا في عين صالح لازم يكون عايش حياة كريمة اللي تخليه حاس بالظروف تاع الوطن تاعو وشعر بالخطر الخارجي
وشعر بأنه لازم يساهم في حماية بلاده. نبداو هذه المشاريع نتاعنا أولا بفك العزلة على المنطقة وفتح الطرقات اللي تخلي المواطنين يتحركوا بسهولة، وفتح مجالات النقل الجوي اللي تخلي المواطنين يتحركوا بسهولة. احنا عندنا هذه الولاية عندها طريق أمقيد اللي هي طريق كبير يربط ولاية جانب بولاية ورقلة، وهو طريق مستقيم يختصر الطريق ويسهل تنقل تاع المواطنين، يسهل تنقل تاع الطلبة الجامعيين، يسهل تنقل تاع المرضى، يسهل تنقل تاع الحركة التجارية، الناس اللي راهم يجيبوا لنا في الإمدادات المختلفة تاع الحياة العامة هنايا، يجيبوا لنا في المواد الغذائية، يجيبوا لنا في المياه المعدنية، يجيبوا لنا في الخضر والفواكه، يجيبوا لنا في الدجاج، يجيبوا لنا في الأدوية، يجيبوا لنا في مختلف الاحتياجات تاعنا. لازم يلقاو طريق آمن من خلاله يقدروا يوصلوا هذه الإمدادات إلى المنطقة بسهولة. ثم بعد ذلك يا إخواني نطوروا من النقل الجوي. احنا كاين مطار نتاع جانت، هو مطار فيه حركية كبيرة ولكن فيه رحلة أو رحلتين يوميا، أصبح غير كافي، ما كانش يعني سهولة في التحرك. من المفروض هذه الولايات الجنوبية الكبيرة احنا في برنامجنا أننا نفسح المجال أمام الاستثمار في حركة الطيران وفي شركات الطيران اللي تخلي هناك مؤسسات تتنافس وتخلي هناك مؤسسات تسهل حركة التنقل تاع المواطنين تاعنا من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. لأن المواطنين تاعنا ذوك الآن واش يسافر العاصمة عبر رحلة، عنده مريض ما يقدرش يديه عن طريق النقل البري، لازم يديه بشكل مستعجل، يقعد يستنى أكثر من 3 أو 4 أيام وحتى 10 أيام باش يحجز تذكرة، وكي يحجزها التذكرة غالية قريب 3 ملايين. الموظف البسيط ما يجيبش 3 ملايين وبعد يولي يصرفها في تذكرة تاع نقل، وإذا كانوا 2 ولا 3 يوليو، إذا كانوا 2 ولا 3 معناتها راح يكون عاجز على أنه يتكفل بنفسه في هذا الاتجاه. هذا الأمر الأول يا إخواني. الأمر الثاني، لا بد علينا أن نشجع وأن نعمل في برنامجنا على أن تكون هناك استثمارات سياحية وفلاحية اللي تكون في مستوى المنطقة باعتبارها منطقة سياحية، وتكون في مستوى إمكانيات المنطقة الفلاحية اللي فيها واحات وفيها أراضي خصبة وفيها بعض المنتوجات الفلاحية، نشجعوها وباش نخلقوا سوق محلية. ما يبقاش السوق نتاع جانت هو سوق معتمدة على السوق الوطنية فقط، لازم يكون كاين هناك منتوج محلي وتكون هناك صناعات تحويلية اللي تساعد المواطنين والمواطن تاعنا أنها تكون عندهم يعني مصادر نتاع عيش جديدة ومصادر تاع عيش تساهم في خفض الأسعار وتساهم في القدرة على في القدرة الشرائية، وأيضا تفتح لنا مناصب شغل لشبابنا وشاباتنا. احنا يا إخواني الشباب والشابات نوعدهم بأننا نديروا مؤسسات صناعية ومؤسسات استثمارية ومؤسسات سياحية اللي توفر لهم مناصب الشغل واللي تخليهم يندمجوا في الحياة العملية، وأن منحة البطالة نجعلوها منحة تاع إدماج. الشاب اللي يدخل هذيك المنحة يدخل فيها بشكل مؤقت حتى نلقاو له منصب الشغل، ونفرضوا على المؤسسات الاقتصادية خاصة أنها توظف شبابنا وشاباتنا وتعطيهم أجرة اللي تكفيهم في حياتهم وتسهل لهم الحياة تاعهم. احنا في مجال الصحة ترقية الخدمات الصحية راح يكون مستشفى كبير في هذه المنطقة تاع 240 سرير اللي راح يوفر الاختصاصات الطبية. وإحنا في إطار مشروعنا مشروع الفرصة سنراجع كيفية التحاق الطلبة الجامعيين بالجامعات الجزائرية من خلال جعل معدلات خاصة بكل منطقة، ما نخليوش معدل واحد فريد يحكم التخصصات ويخلي الطلبة يلتحقوا بنفس المعدل. بمعنى إذا كان معدل تاع الطب 17، الطالب في العاصمة اللي يقرأ كل المواد والطالب اللي في جانت اللي عنده 2 ولا 3 مواد ما يقراهمش عندهم نفس الفرصة، وبالتالي الطالب اللي في جانت راح يلقى روحه مقصي. علاش احنا ما عندناش هنايا إطارات طبية وإطارات صحية وأطباء؟ لأن أولادنا ما سمحت لهمش الظروف الدراسية تاعهم وظروف التمدرس أنهم يلتحقوا بهذه الجامعات في هذه التخصصات. لماذا؟ لأن كاين اللغات الأجنبية ماهيش موجودة بقوة، وكاين كثير من الإمكانيات الدراسية غير متوفرة، وبالتالي ما تسمح لهمش وباش تكون عندهم مستويات عالية اللي يدخلوا بها، رغم أنهم متحدين الصعوبات. تلاميذ تاع منطقة جانت متحدين الصعوبات
وراهم ينافسوا على مراتب كبيرة، ولكن مش بالعدد الكافي اللي يخلينا نكتفيوا بالأطباء ونكتفيوا بالمهندسين ونكتفيوا بالإطارات ونكتفيوا بالإطارات الكفءة من المنطقة اللي قادرة تلبي احتياجات المنطقة في تبوء مناصب سامية في المراكز القيادية وفي المراكز الكبرى في البلاد. إخواني الأفاضل، احنا في برنامج الفرصة رايحين نعزوا حركة النقل الجوي وحركة النقل البري، ونجعلوا التنقل من جانت إلى باقي الوطن تنقل سهل عبر الخطوط البرية وعبر الخطوط الجوية، ونخليه هذه الولاية ولاية تستفيد من الحركة السياحية بشكل كبير، عوض أنها السياحة راهي محدودة في مستوى معين، نرفع مستوى السياحة. وعندنا يا إخواني أولوية أخرى اللي هي في برنامجنا برنامج الفرصة، بعد تنمية المناطق الحدودية وتثبيت السكان وجعل هناك فرص للشباب والمرأة ومختلف الفئات باش يبقاو في بلادهم، باش يلقاو فرص عمل، باش يلقاو فرص إبداع وإنتاج. عندنا أولوية أخرى وهي جعل هناك برنامج خاص بالمناطق الصحراوية. الصحراء الجزائرية إخواني أخواتي صحراء العالم كامل يدرك شنو هي المقدرات الموجودة في الصحراء والإمكانيات الموجودة في الصحراء، ولذلك هذه المقدرات والإمكانيات احنا اللي أولى بها، وإحنا اللي لازم نستثمروها، وإحنا اللي لازم نحولوها ونبيعوها للعالم، نبيعوها لهم مصنعة. وبالتالي كل الثروات نتاعنا نحاولوا أننا في برنامجنا ما نبيعوهاش خام، نبيعوها محولة، نحيي أو نجعل هناك مصانع تحويلية لهذه المواد الخام اللي تبيع الثروات نتاعنا، تبيعها مصنعة للعالم الآخر حتى نستفيدوا من مناصب الشغل. لأن هذه الثروات يا إخواني في أكثر الأحيان رانا نبحثوا عليها وننقبوا عليها ونوجدوها عن طريق الشركات الأجنبية اللي ما عندهاش فرص عمل كبيرة معنا، وبالتالي احنا لازمنا مؤسسات أخرى مناولة. هذه المؤسسات المناولة تسمح للشباب باش يديروا مؤسسات مصغرة يناولوا بها من خلال أعمالهم ويديروا بها مناصب شغل، وخاصة الآن راهو كاين فرص تاع شغل خاصة بالشباب في إطار المؤسسات المصغرة، خاصة المؤسسات اللي تعتمد على المجالات الرقمية وعلى التجارة الرقمية وعلى الفريلانس وعلى الكثير من النشاطات اللي أصبحت تتيح للشباب أنهم يديروا فرص مؤسسات مصغرة تخليهم يعملوا يندمجوا في ساحة العمل. احنا إخواني أخواتي في برنامج الفرصة لا بد لنا من التكفل بالمشاكل اليومية تاع المواطنين تاعنا، لا بد لنا من تنويع الاقتصاد، لا بد لنا من دعم الزراعة والفلاحة، لا بد لنا من دعم السياحة اللي تخلينا نوجدوا مناصب شغل. هذا يا إخواني على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التنموي. على المستوى التكفل الاجتماعي برنامجنا برنامج الفرصة فيه العديد من المقترحات والتعهدات، 62 تعهد، جزء مهم منها يستفيد منه أهل هذه المنطقة، لأن برنامجنا فيه فرصة لشبابنا وفيه فرصة لنسائنا وفيه فرصة لإطاراتنا، وفيه فرصة للإطارات اللي يخدموا في التربية والإطارات اللي يخدموا في السياحة والإطارات اللي يخدموا في الفلاحة والإطارات اللي يخدموا في الإدارة ومختلف الفئات العمالية. احنا رانا في إطار برنامجنا متعهدين أننا نراجعوا لهم القوانين الأساسية بحيث نخلينا نرفعوا من مستوى الأجور نتاعهم ونرفعوا من مستوى إمكانياتهم في التعامل مع صعوبات الحياة وخاصة في المناطق اللي فيها صعوبات. إخواني هذا هو برنامجنا اللي رانا قاصدين به سكان. احنا يا إخواني نحوسوا لهذه الانتخابات الرئاسية تنجح، ونحوسوا للرئيس القادم يكون عنده مشاريع حقيقية أكبر من أن تكون وعود. لازم تكون مشاريع اللي تتجسد في العام الأول والثاني والثالث والرابع من العهدة الرئاسية. هذه المشاريع يا إخواني لازمها مشاركة شعبية، ولازم الشعب يشارك، لأننا احنا متنافسين. صحيح احنا رانا أولاد الجزائر متنافسين، ولكن يا إخواني ما زال هناك ناس اللي راهم يعرقلوا في النجاح تاع الانتخابات الرئاسية ومش مخلينها تنجح، وما زال هناك من هو موجود سواء في الساحة السياسية اللي يحوس الشعب ما يروحش ينتخب ويقنع في الشعب باللي الانتخابات محسومة وباللي مكلها تروحوا انتم هذه المناطق راكم اصواتكم معروفين، الانتخابات تنافسية والشعب هو اللي يقول الرأي تاعو. ثم بعد ذلك الشرط الثاني اللي لازم بعد ما ذهاب الشعب، احنا من موقعنا كمترشحين لهذه الانتخابات نقولوا للإدارة لازم تلتزم الحياد، الإدارة لازم تلتزم الحياد، والناس اللي راهم في الإدارة لازم يكفوا على الممارسات اللي راهم من خلالها يبينوا للمواطن أن الانتخابات ما عندها حتى جدوى، وأن هذه الأصوات تاع المواطنين ما عندها حتى قيمة، وهم اللي يقرروا مكان المواطنين.
وانا شفنا احنا يا اخواني زيارتنا لولايه جانت كيفاش تعرضنا الى انحياز اداري كبير، حاول انه ما يخليناش نديروا هذا التجمع بوسائل كبيره، حاولوا يضغطوا علينا بالغاء الكثير من القضايا اللي كانت المفروض نديروها، ولكن اسمحوا لي الاراده تاع اخواننا والاراده تاعنا، وفهمنا بان هذه الانتخابات هي انتخابات مصيريه للبلاد. اصرارنا على اننا نلتقي بسكان جانت هو اللي حال دون هذا التعسف الاداري وهذا الانحياز المفضوح، بالاضافه الى الانحياز تاع وسائل الاعلام اللي ما تغطيش بنزاهه وما تغطيش بعداله وبكفاءه. يا اخواني، الشعب الجزائري يرفض الاحاديه، الشعب الجزائري متمسك بالتعدديه، الشعب الجزائري يحوس على الديمقراطيه، الشعب الجزائري ابناؤه كلهم متنافسين، يثق في كل اولاده. احنا خضينا انتخابات، خضينا على انفسنا اننا نخوض انتخابات بقيم سياسيه وباخلاق سياسيه، ما نمارسوش فيها التجريح وما نمارسوش فيها يعني مختلف المظاهر اللي تخلي هذه الانتخابات ما عندهاش قيمه وندخلوا الناس في بعضها. احنا حبينا هذه الانتخابات المواطنين يروحوا فيها كما راهي في الانشوده تاعنا، روحوا خاوه باش نبنيو بلادنا، خاوه باش نبنيو بلادنا، ماهوش بهذه الاساليب الباليه اللي كانت قبل 2019 تمارس فيها بعض اللوبيات اللي كانت تابعه للعصابه، انها تضغط على المواطنين وتضغط على المترشحين وتضغط على المنتخبين وتحاول تميز بين الجزائريين. احنا جزائريين كلنا كيف، احنا كلنا ابناء هذا الوطن، احنا كلنا ابناء هذه البلده، كلنا لدينا هدف واحد هو خدمه هذا الوطن وحمايته وحمايه سيادته وحمايه تنميته وحماية مقدراته والوقوف في وجه أعدائه. هذا هو دورنا وهذا هو وجودنا في هذه الانتخابات، ولذلك احنا أبناء الشعب نعتمد على فرصة الشعب أنه يعطينا صوته من أجل أننا إن شاء الله نلحق هذا المشروع اللي فيه فرصة لكل الجزائريين، فيه فرصة للشباب، فيه فرصة للنساء، فيه فرصة للإطارات، فيه فرصة للعمال، فيه فرصة لكل أبناء الشعب الجزائري، فيه فرصة لقطاع السياحة، فيه فرصة لقطاع النقل، فيه فرصة لقطاع الطرقات، فيه فرصة لقطاع الصحة، فيه فرصة لقطاع التجارة، فيه فرصة أن البلاد توصل إلى رخاء اجتماعي يمكنها من الصعود ويعود عندها كلمة على مستوى العالم وتوقف في وجه هؤلاء اللي راهم يخططوا لها الليل مع النهار. يا جماعة احنا الآن في الدول الأجنبية ما ولاش عندنا صديق، العالم كله يسير في الأمور بمصالحه، العالم يسير بالمصالح، ولما العالم يسير بالمصالح القوي هو اللي يفرض مصالحه. احنا نحوسوا بلادنا تكون قوية وصاعدة حتى تفرض منطقة بين الدول، وباش تكون قوية وصاعدة لازم يكون كاين التفاف تاع الشعب، ولازم يكون كاين حضور تاع الشعب، ولازم الشعب يفهم التحديات الخارجية اللي راها على حدودنا، ويفهم التحديات التنموية الداخلية، ويفهم الإمكانيات اللي عندنا واللي نقدروا نصنعوا بها الدولة الصاعدة بإمكانها أنها تصمد. هذا هو برنامجنا. إخواني أخواتي، أنا ما نطولش عليكم، على بالي كاين حرارة شديدة، أنا جد مسرور أنني موجود بينكم، وأنا جد فرح أنني التقيت مع أهلي في جانت، وأنا التقيت مع أهلنا وإخواننا وأحبابنا وأنصارنا في جانت، وعلى بالي باللي السكان تاع جانت براء من التصرفات اللي حاولت تضغط علينا باش ما يكونش هذا التجمع. بارك الله فيكم، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.